هاتي بطاطايه ونص كوبايه لبن، ويلا تعالي معايا هوريكي احلى تحليه تعمليها ليكي ولولادك، فطار بقى، عشاء، بعد اكله، اللي انت عايزاه. انا اسمي حنان، والرهان معايا دايما كسبان. هنبدا ان احنا نقشر البطاطا بتاعتنا بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبعد ما نقشرها هنغسلها كويس، ونبدا ان احنا نخرطها حتت شرايح. الشرايح بتاعتي بيكون سمكها اكنك بالظبط بتقطعي شرايح لصينيه بطاطس هتعمليها في الفرن مثلا، او ممكن اقل شويه. بعد ما بنقطع البطاطا بتاعتنا شرايح، هنجيب نص كوبايه اللبن اللي قلتلك عليها، هتضيفي عليها معلقتين كبار من السكر لو انت بتحبي سكرك مظبوط. لو انت بتحبي سكر زياده شويه ممكن تزودي كمان معلقه من السكر. وعندي هنا معلقتين جوز هند هرشهم على البطاطا، وهبدا واحط هنا نص باكت عندي من الفانيليا، لان انا مش عايزه فانيليا كتير عشان ما تمررش. حط نص باكت بس، هيدي نكهه وريحه جميله جدا اثناء التسويه. قلبيهم كويس جدا، وانزلي بيهم على البطاطا بتاعتي، وزودي عليها زودي عليها النص كوبايه لبن، زودي عليها كمان نص كوبايه ميه. يبقى انا عندي كده السوائل بتاعتي نص كوبايه لبن ونص كوبايه ميه. وهنا انا حطيت بطاطتين كبار، اتنين حبتين من البطاطا، بمقدار تقريبا كيلو الا ربع بطاطا. يعني لو عندك بطاطا صغيره حطي كيلو الا ربع. وهنا هرفعها على النار، وكنت بقولك ان انا هسيبها 10 دقايق، بس هنا بعد اقل من 10 دقايق مجرد ما غلت كنت بوريكي ان بدأت بعض اجزاء منها تلون باللون الاورنج. وهنا بعد اقل من ربع ساعة بالظبط او 10 دقايق من لما ولعت عليها بقت كلها باللون ده واستوت كلها. وبختبرها بالشوكة، مجرد ما الشوكة تقطع البطاطا يبقى هي كده استوت. هدهن الوش بتاعها من الصوص اللي نازل منها من اللبن، هدي بيها دهنة للوش، وهنزل بمعلقة من السكر الحبيبات على الوش، وانزلها تحت الشواية علشان تاخد لون. اخدت معايا في الفرن بالظبط حوالي ربع ساعة، وطلعت معايا بالشكل القمر ده. جربيها مش هتندمي، هتحبيها جدا انتي وولادك، بالذات الاطفال هيحبوها جدا. طعمها حلو ومسكر، والبطاطا موجودة ومتوفرة في السوق جدا اليومين دول. والف هنا عليكي وعلى ولادك. بس كده، مش قادرة اقولك اكتر من كده. اعملي متابعة للبيج عشان يوصلك كل جديد.